من مسرح لوسابير واللقاء الخاص والمميز مع الموسيقار. طالما قلنا الموسيقار يبقى الموسيقار هاني شنودة. الموسيقار هاني شنودة نورنا النهارده في مسرح لوسابير. الموسيقار هاني شنودة يعني اسم يتحط تحتيه كده 100,000 خط. طبعا لحن للهضبة عمرو دياب وأحمد عدوية ونجاة ونجوم كتير. أهلا بالموسيقار هاني شنودة. مساء الخير يا حبيبي، اهلا وسهلا. نورتنا وشرفتنا في مسرح لوسابير. ربنا يخليك ويشرف قدرك. الموسيقار هاني شنودة عايزين نعرف السادة المستمعين والمشاهدين لقائك مع الهضبة عمرو دياب. كان أول لقاء كان إيه؟ كان عندنا حفلة في بورسعيد، فرقة المصريين، ولما خلصنا الحفلة ورحت انام في الاوتيل خبط عليا شاب اللي هو عمرو دياب وقال لي انا عايزك دقيقة. اتفضل. قال لي انا عايز اغني. قلت له سمعني. فسمعني، فقلت له بص، صوتك حلو، عربك سليمة، ودنك موسيقية، بس عندك وشكلك حلو، واحنا بقينا بقى دخلنا في مرحلة التلفزيون، فالمفروض يكون شكلك حلو، بس عندك عيبين. كان إيه العيب بتاعه؟ واحد، ان انت بتنطق بورسعيدي وده هيبقى مرفوض في القاهرة. اتنين، ان انت قاعد في بورسعيد مش هنقدر نعمل معاك حاجة. فكر شوية كده وبصمت وقال لي شكرا وراح ماشي. انا افتكرت ان دي اخر مرة اشوفه فيها. تمام. نزلت عشان الصبح بقى الاتوبيس اللي هياخدنا للقاهرة موجود، والفرقة كلها موجودين، ايمان يونس، ممدوح قاسم، تحسين كله، وده واقف في النص. بقول له خير يا ابني؟ قال لي ما انا جاي معاكم مصر. مش انت قلت لي عيبك انك قاعد في اللهجة واللغة. عملنا بقى، جه مصر وقال لي انا كمان جايب المنتج بتاعي معايا وعملنا ده. يعني هقاطع حضرتك في الكلام. الموسيقار هاني شنودة يعني نقول بداية عمرو دياب جه لحضرتك وحضرتك اديته الخط، وهو كان متشبث ان يمسك في الغناء وعاوز يظهر وعنده طموح وعنده اجتهاد. ده مظبوط. تمام. يعني لكل مجتهد نصيب. طبعا الفنان عمرو دياب هضبه وعمرو ونجم كبير، ووصل للمرحله للنجوميه وحط نفسه في مكانه تختلف عن الاخرين. ده مظبوط. تمام. الموسيقار هاني شنودة، لو مش هنتكلم بقى عن عمرو دياب وعرفنا بداياته كانت مع حضرتك، لو اتكلمنا مع النجم الكبير احمد عدويه. كل الناس عارفاها، هنتكلم فيه نقول ايه؟ هو بس الاغنيه اللي انا عملتها له زحمه دون زحمه يعني اصابت موقع حسن للجمهور المصري. ليه؟ لان احنا كنا بنعاني فعلا.